بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم معنا قصة جميلة إن شاء الله عن الاستغفار وسورة البقرة وعلوم الطاقة وقانون الجذب إن شاء الله. وسنتكلم عن قنوات تبنت الكلام عن 30,000 استغفار، وأنا قد نشرت لها على قناتي ظنا مني أنهم يريدوا خير في هذه الأمة، ظن مني. الطعم لم أبلعه ولكنه وقف هنا، وقف بالزور وأنا أخرجه الآن. هذا الطعم الذي أرادوا أن يطعمون إياه إنهم يتكلموا يخلط الطاقة مع الاستغفار أو مع سورة البقرة، نعم، يدس السم في العسل. هذا إن شاء الله سنوقفه إن شاء الله. أخوكم محمد حجازي بريء من كل هؤلاء وحتى الذين نشرت لهم. أنا سأبين لكم من هم الذين معي. نعم، دائما في التعليق الأول على صندوق الوصف على اليوتيوب، بعد ما تنزل الحلقة هناك تعليق أول اللي هو تابع للقناة. هناك كل جروبات وكل القنوات التي هي تابعة لأخوكم محمد حجازي. ونعم، أخونا محمد إبراهيم السوداني ذا تروث هو منا ونحن منه. نعم أخونا. وهناك في قناة جديدة على الفيسبوك تنشر قصصنا، وعلى اليوتيوب كذلك تنشر قصصنا، وهي موجودة كل الجروبات وكل جروبات وكل القنوات. طبعا همس المستغفرات، نعم، طبعا هناك قصص موجودة، كله موجود عندنا هنا في صندوق الوصف. أي شيء خارج هذه القنوات أنا لا علاقة لي بهم. حتى لو تكلموا عن محمد حجازي 30,000 استغفار، حتى لو جاءوا ما جاءوا، أنا لا علاقة لي بهم. مفهوم؟ أنا اتضح لي أنهم يدسوا السم في العسل، فأنا بريء منهم إن شاء الله. وصلت؟ فلا تأخذوا منهم ولا حرف. القنوات التي أضعها هنا خذوا منها ما شئتم، فهم يمثلوني وأنا أمثلهم. وصلت؟ هم يمثلوني وأنا أمثلهم، وستجد أن كلهم يتكلموا إن شاء الله. وأخونا محمد إبراهيم السوداني هو واحد منا. نعم، ده قناة ذا تروث، لكن باقي القنوات كلها مكتوب عليها محمد حجازي. جزاكم الله خير. هاي النقطة ننتهي منها. ليش؟ لأنه بده يأخذوك إلى قانون الجذب. هذا قانون الجذب قانون كفر. معنا قصة تتكلم كيف الله جل في علاه. اسمع ما هو. هذا قانون الجذب قد يدخل من باب ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا. بده فقط الدنيا، لا يسأل عن الآخرة ولا يسأل عن جنة ولا عن شيء. يا رب، سيارات، عقارات، نساء، مال، هكذا عقله في الدنيا. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الله يطرده من رحمته في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق. ونحن نقول ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. قد يعطيهم الله بكفرهم هذا وما لهم في الآخرة من شيء. قد الله جل في علاه. طبعا هذا كل كفر مفهوم. هذا قانون الجذب والطاقة. واستحضر ولا تستحضر، كل هذا تستحضر طاقة وتستحضر نور أنوار، ولا أدري ما هذه الكلمات. سبحان الله، أنا بريء منهم كلهم، وأنا متأكد أن الله بريء منهم كلهم جل في علاه. نعم، كلهم هؤلاء أصحاب الطاقة، كلهم من أهل الكفر، وهم يريدوا أن يضللوا. هم مأجورون. لربما طبعا إبليس قد نشر شياطينه، وهناك شياطين من الإنس كذلك، شياطين من الإنس وشياطين من الجن. اسمع لحديث سيدنا سليمان
قد أوثق شياطين على زمن سيدنا سليمان، هذه الشياطين يعني أوثقها في قعر البحار. وقال رسول الله: تكاد على أن تخرج عليكم في آخر الزمان هذه الشياطين وتقرأ عليكم قرآنا، يعني بده يعلموك الدين، ويدس السم في العسل، يدس السم في العسل. نعم، يقول لك استغفر 30,000، لكن يأتي لك من باب آخر سورة البقرة: لا تأخذها هكذا. فكيف يعني وافق على 30,000 ولم يوافق على 4 مرات سورة البقرة مثلا؟ هذا باب. ثم يدخل إلى باب الجذب والتفكر وكل هذا، يعني يدخلك في متاهة الكفر إن شاء والعياذ بالله. احنا معنا قصص، فالقنوات التي هي معنا كلها في صندوق الوصف، أنا سأريكم إياها إن شاء الله. نعم، هذه قنوات إن شاء الله. هذا هو الجروبات، جروب واتساب، اتركوا قصصكم هنا، هذا الجروب. ها قنوات مجموعات بلغوا عني ولو آية، قناة الأخ محمد حجازي على اليوتيوب، هذه القناة التي يعني تشاهدون الآن. قصص المستغفرين وأصحاب البقرة على قناة التليجرام محمد حجازي، قصص الدرس كله قصص. نعم، وهي رابط قناة قصص المستغفرين والبقرة. ثم هنا قناة بلغوا عني ولو آية بالإنجليزي محمد حجازي. كلها هذه القنوات تابعة لأخوكم محمد حجازي بفضل الله. وهذه قناة بلغوا عني ولو آية الأمريكية. نعم، وهناك قناة القصص، قصص حقيقية واقعية عن معجزات الاستغفار وسورة البقرة. نعم، هذه قناة. نعم، هناك قناة همس المستغفرات، قناة بلغوا عني ولو آية بلغة الإشارات. هنا قناة محمد حجازي على تيك توك اللي هو قناة التليجرام، القناة العامة بلغوا عني ولو آية محمد حجازي، هذا الرابط تبعها. بلغوا عني ولو آية، قناة بلغوا عني ولو آية تليجرام للنساء فقط. نعم، هنا قناة قصص الاستغفار سورة البقرة مما وجد المتابعون، هاي قناة. نعم، قناة قصص الاستغفار، هاي مجموعة بلغوا عني ولو آية للرجال فقط واتساب. وهي كمان مجموعة بلغوا عني ولو آية للرجال 2، وهي مجموعة العراق للرجال بلغوا عني ولو آية. هاي مجموعة بلغوا عني ولو آية واتساب للنساء فقط، وأنا بلغوا عني ولو آية المجموعة العامة للنساء فقط. مجموعة السعودية، مجموعة الجزائر هذه على الواتساب، مجموعة الأردن، مجموعة مصر، مجموعة العراق، مجموعة قطر، مجموعة لبنان وسوريا، مجموعة ليبيا، مجموعة فلسطين، مجموعة السودان، مجموعة أمريكا، مجموعة الصومال، مجموعة المغرب، مجموعة فرنسا، مجموعة سلطنة عمان. نعم، ملاحظة يقبل انتساب لمجموعة واحدة فقط واحدة، لأنه وإلا بيتم حظر، لأنه إحنا يعني كبرنا المجموعات عشان الاستقطاب يعني يكون في وسع. طيب، قناة قصص المستغفرين على اليوتيوب والفيسبوك، قناة قصص استغفار وسورة البقرة، هذه كمان قناتنا جديدة، يعني فيها فقط قصص ما فيها كلام. المتابع يعني قصص صوتية للمتابعين عنا، لا نأتي بشيء من الخارج. نعم، وهذه قناة الأخ محمد إبراهيم السوداني، هي قناة ذا تروث. نعم، هذه قنواتنا. أي واحد بيتكلم عن محمد حجازي من خارج هذه القنوات ما إلي علاقة فيه. هناك تجار يوتيوب، هناك من يتاجر بكل شيء، يعرض كل شيء، الرائج يبيعه على قناته، فلا ما إلي علاقة. الذي على قناته لربما تجد قانون جذب، ثم يجد محمد حجازي، وإذا أنا بالغلط أنا أسحب كل واحد نشرت له عدا عن هذه الروابط، عن هذه القنوات. حتى لو نشرت ما كان ظنا مني انهم يعني على خير، ولكن يعني لو يعني وجدت انهم الإخوة جزاهم الله خير والأخوات وجدوا إنهم ينشروا علوم جذب وعلوم طاقة وعلوم خزعبلات كلها كفرية لا علاقة لنا فيها. فأنا لا أخلط هذا بذاك، وما عدت أنشر لا أي واحد يتكلم عن محمد حجازي إذا كان عنده قناته، إلا إذا كان هو واحد منا. أنا يعني هو عنده قصص
وفتح قناة وهو متابع معنا ونحن أيدناه وسلمناه قناة، وهذا هو يعني ممكن أن يكون أحد المشرفين معنا. وهذه قنوات كثيرة الحمد لله رب العالمين قد يشرف فيها الكثير، نفتح جروبات وكلها تابعة لمحمد حجازي، بلغوا عني ولو آية. شيء آخر أنا مش مسؤول عنه، مش مسؤول عنه. نعم، في هناك كمان أخت يعني جزاها الله خير، هي التي تنشر قصص المستغفرين، هي معنا، هي تنشر يعني البوست تبعي فقط، البوست تبعي كيف بتنزله عندي هي بتنزله عندها، فليأخذوا ينشروا، لكن أنا لا علاقة لي بإنهن يدسوا أي واحد. يعني أنا بتكلم عن الآخرين، أنا انتبهت لهذه الأخت، يعني هي التي تنشر في جروب القصص البوستات التي على تيليجرام، يعني هي تدخل إلى الحلقات، إلى قناتي على الحلقات، وتستخرج القصص أو الرسائل اللي فيها يعني شيء وتنشرها. جزاها الله خير مشكورة. أنا بعرف إنها إلها قناة يعني موقع وتنشر فيه، بارك الله فيها، فهي ليست أظن ما هي متحدثة، فأنا لا أعدد أوراد، أنا ما في عندي تعديد أوراد، في عندنا سورة البقرة والاستغفار فقط، مش معناها خلص الدين، لا، إحنا نبلغ آية، من خلال الآية نعرف الله جل في علاه، نعرف كيف يستجيب الله، والسبب تعرف ليش إحنا بنبلغ الآية. وبينت لكم بدرس وسيكون قيد التنزيل كمان حافظة لكتاب الله، كمان حافظة لكتاب الله، وتاهت وضاعت بين علوم الطاقة، نعم، والغناء والطرب، والله يعني رجحها، أطبق عليها كل شيء فجاء بها إلينا، والفضل كله لله. نعم، عشان تعرف إنه الحافظ هو الله جل في علاه، لكن في أدوات يحفظك الله فيها، في أدوات هي سورة البقرة الحافظ للدين، الحافظ للدين في هذا الزمان لا يوجد شيء خلاف سورة البقرة، أنت تقرأ وهي تحفظ، أنت تقرأ وكأنك توكل الله جل في علاه، هذه سورة البقرة هي الحارس وهي حارس عليك بفضل الله. لكن قلنا هناك 4 مرات تقرأها لربما 2-3، ونزلنا قصص للذين قرأوا سورة البقرة مرة وكيف عندما أخذوها 4 مرات، فيعني الكلام مش غريب، بطل غريب. فجزاكم الله خير. نسمع قصة هذه الأخت عن علوم الطاقة. نعم، هذه القصة امبارح صراحة ما أعطيتهاش حقها، هذه القصة لم أعطيها حقها، لأنه كان بده يطفي الموبايل، كان بده البطارية خلصت، وكان يعني بعجالة تكلمت عنها، فهذه مهمة جدا للمدمنين على المخدرات. وكان سبحان الله في الماضي كان عندي متابع كتب لي سبحان الله من الإدمان على المخدرات إلى الإدمان على الاستغفار وسورة البقرة، وهذا هو البيت القصيد. نعم، كل شيء فيه ضلال موكل فيه إبليس، فسورة البقرة لا تستطيعها البطلة كل شيء باطل، مش فقط السحرة. نعم، احنا نسمع القصة ان شاء الله، خلينا نسمع وبعدين بدي ارجع لهي القصة، لانه في قصص هنا في قصص انا سأعطيها حقها. شايف القصة ان شاء الله، انا بدي ارجع باذن الله تعالى، هي قصة طاقة، هذه اخت قصة عن الطاقة، وانا هنا كمان في عندي قصة لحافظ الكتاب الله نزلتها لاخت جزائري، وكمان طاقة، كمان طاقة. هذه لحظة هنا، شايف شو مكتوب؟ قصة لأخت حافظ كتاب الله مع الاستغفار وعلوم الطاقة، قصة لحافظة لأخت جزائرية حافظ كتاب الله مع الاستغفار وعلوم الطاقة. هذه نزلتها في درس سينزل كمان قليل، وهذا الدرس نأخذ القصة الأخرى التي فيها إن شاء الله كمان علوم الطاقة. يعني أنا أعتذر مرات بتتراكم القصص، بس أنا فقط للعبرة إن شاء الله. نأخذ هذه القصة إن شاء الله نسمعها كاملة. أنا بدي أسمع هذه القصة، فأهون لي أني أضع المايك، أهون لي أني أضع المايك على الطاولة. كنت شريت مايك لاسلكي، خرب لي درسين وأخرني، يعني بالصوت كان ينقطع بالنص، وأزلت الدرسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم رفايدة، يا رب تكوني بخير. السلام عليكم أبي محمد حجازي الغالي، جزاك الله خير يا رب عنا وكل اللي بتقدمه. أنا يعني حضرتك ظهرت لي بفضل من الله من أول ما طلعت القناة الاستغفار وسورة البقرة، وأنا الحمد لله يعني
حد يعني جربت فضل الاستغفار وليا قصص، وكان حالي زي حضرتك كده برضو، يعني اتعلمت الاستغفار 2016 او 2015، وبعدين برضو حصل لي حاله الاعجاب بنفسي ونسبت برضو فضل الله لنفسي، وكنت بقعد انصح الاخوات زمايلي بس كان بتعالي. يعني حضرتك جزاك الله خير نبهتني النقطه دي، عشان انا بعدها انتكست جامد وتوجهت بقى لعلوم الطاقه في 2020 مع بدايه الكورونا. كانت اسوأ فتره في حياتي، ومش عايز اذكر اسم المدرب اللي خلاني ادخل المجال واسلمه لنا، بس يعني عشان احذر الناس يعني عن طريق قناه حضرتك. المهم يعني الطاقه اتاسلمت واتقدمت لنا على اساس ان هي يعني بتوضح لنا الدين اكتر، وان احنا يعني سبحان الله الكلام كان يعني المدرب ده كان بيتكلم كلام حلو زي حضرتك. فانجرفنا ورا الطاقه. وبعدين بقى لما ربنا يعني تاب علينا من الموضوع ده، وبقيت اسمع دروس حضرتك، بقى الكلام بقى بشكل رباني وشكل انقى بكتير من اللي احنا كنت يعني كان بيتوهمونا في الطاقه بيه يعني. المهم يعني انا برضو ما بين فتره للتانيه، يعني انا يعني عايزه برضو اتكلم عن المقايضه والناس اللي بتشكك فيها. يعني انا بفضل الله ربنا حاطط في قلبي حب اطعام الطيور والحيوانات. من فترة والله لسه ربنا منجيني، ما فيش شهرين 3. يعني انا كنت بشوف حضرتك كنت بستغفر شوية البقرة شوية وارجع تاني للطاقة والكلام ده بتاعها ده، الله يسامحهم والله بجد، يعني عشان ده موضوع خطير ومخرج من الملة يعني. المهم حضرتك انا وكل المتابعين الافاضل، انا قعدت يعني سبحان الله كان عندي يعني كان ربنا بيكرمني بحاجات، وفي نفس الوقت مش شايفه توفيق برضو، يعني مش فاهمه ربنا غضبان عليا ولا ربنا بيكرمني، مش فاهمه. فالمهم انا كنت يعني ربنا كرمني بكورس كده تنميه مهارات اطفال، هو خارج تخصصي خالص بس انا بحب الاطفال يعني. فكنت كل ما ارجع من الكورس اكل القطط، بس سبحان الله ايام الكورس دي قعدت اكثف، يعني بدل ما بعمل كذا بعمل كذا وكذا وكذا، يعني الحمد فضل من الله. فحسيت ان انا نازله عشان اعمل المقايضه بشكل مكثف. المهم جيت والله العظيم هذا حصل، كلمت واحده صاحبتي قلت لها بصي انا اخدت الكورس وخلصت، بس عمالين يقولوا لنا مفيش شغل ليه زي ما وعدونا، وفي نفس الوقت يعني الكورس جايلي منحة وكانت من دولة عربية، وخدت كارنيه وخدت شهادة، بس برضو انا مش عارفة الخلل فين. والله العظيم والله يا جماعة انا روحت البيت قعدت اعيط لربنا، وعياط بصريخ، يا رب انا مزعلك في ايه، يا رب يا رب انا بعمل ايه غلط، بس يا رب طب انت راضي عني ولا انت بتعاقبني؟ انا شايفة كرم برضو وعطايا، بس مش شايفة نتيجة، يعني انا مش شايفة نتيجة. وبرضو يعني انا لا اخفي برضو حته، يعني كان ابي محمد حجازي اتكلم فيها اللي هي انا بصراحه عندي حب الانا، يعني غصب عني، بس انا مش ما كنتش فاهمه دي حاجه غلط. بقول فضل الله، بس برضو حاسه بحته ايه الانا عندي موجوده، وانا مش عارفه ان دي حاجه وحشه يعني. فكان دايما في الدروس ابي محمد حجازي دايما يقول الانا بتحبط الاعمال وشرك وكده. فوالله بعد ما خلصت عياط، انا طبعا بتابع القناه بتاعت بلغوا عني ولو ايه على اليوتيوب، بس بعد ما خلصت عياط طلع الدرس لقيت ابي محمد حجازي بيقول الشرك الشرك الشرك. وبعدين لقيت فيديوهات برضو يعني طلع لي بقى بعد ما خلصت الدرس، وبرضو مش فاهم الشرك، طب بعمل ايه يعني؟ فبعدين لقيت نفسي كنت مرهقة جدا من تدريبات علوم الطاقة، وقالوا لنا بقى انتوا هتبقوا حاجة تانية وانتوا هتوصلوا. والفتنة كمان حصلت لي ان انا كان 2 من اصدقائي يعني ارتقوا وحققوا نتائج رهيبة ما شاء الله. بعد كده عرفت ان ده بيبقى استدراج من الشيطان عشان يكملوا في الطريق ده يعني. المهم ابتدت يعني قعدت اقول لربنا انا تعبت يا رب، انا خلاص انا هسيب الكورسات دي، وكنت شارية كورسات يعني. بس أنا بدي أعلق إن شاء الله على هاي النقطة، إنه في منهن يعني وصل يعني حصل شيء، نعم حصل شيء من علوم الطاقة. طبعا 100% هذول مزروعين، هاي الناس مزروعة. ليش مزروعة؟ يعني خلينا نقول في الكورس مثلا في 50 واحد، 2 ينجحوا بيصير معنا فلوس. طبعا هن نجحوهن،
هن اعطوهن الفلوس عشان يصيروا، وكانه يبين انه يعني هن نجحوا، لكن هن عشان يروجوا لعلوم الطاقه خلوا ناس تنجح، يعني اعطوهن الفلوس وفتحوا عليهم. نعم، يعني مكر، كله مكر، كله كذب. مفهوم؟ فالاشي مش حقيقي. ولكن كما قلت انا، لربما الامر يعني من باب الله جل في علاه، انت بتسأل الله فقط عن دنيا، انت تسأل. ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا، فقط دنيا، فقط دنيا، مال، نساء، سيارات، عقارات، خلص انا في الدنيا لا افكر بالاخره ولا بدي شيء من الاخره، ولا حتى انا اؤمن بالاخره. هكذا هم لا يؤمنوا بالاخره، لا يؤمنوا في جنة ونار، خلص اللي بيموت انتهى. فهم لا يسألوا عن الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. فهم هذول هم الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. وصلت كيف إنه ممكن إنه يخلوا ناس ممكن تربح، لأنه مزروع. تخيل إنك أنت في نتيجة، لازم يكون في نتيجة مزيفة. مفهوم؟ لازم يكون في نتيجة إنه الناس عمال تتغير حياتها بالكذب. هم يمولوهم عشان ايش؟ عشان انت كمان تنتقل الى الجذب، وفلان ينتقل، والناس تكفر وتبطر. بالاخر كل الذين تغيروا هن لربما من بين 10,000 يمكن 50 واحد هن هم الذين دفعوا لهم الفلوس عشان يتغيروا، مش يعني وكأنه ارزاقهم زادت. فهمتوا؟ كله مكر. فنكمل قصة الأخت إن شاء الله. حبيت إني أعرج على النقطة لما قالت إنه في منهن يعني ربحوا، هكذا ربحوا لأنهن هم الذين ربحوهم عشان يضللوا غيرهن. ومكلفة يعني في المجال ده، وانا يا رب مش عايزة اعمل حاجة يعني في المجال ده. خصوصا برضو عايزة نقطة انبه فيها من قناة حضرتك، الفنانين المصريين، يعني مش عايزة، يعني مش عارفة اقول اسمهم ولا لا، بس مشاهير يعني بينشروا العلوم دي واليوجا، ومن ضمنهم للأسف محمد صلاح وياسمين صبري ومحمد رمضان. يعني انا بقول عشان هم ليهم متابعين كتير يعني، وانا بصراحة واحدة من الشباب قلت لا، ما هم بيعملوا الكلام ده، ما انا لازم اعمل زيهم، يعني هم مش بيعملوا حاجة غلط، ودايما بيقولوا ربنا كرمنا وكده. المهم عشان ما اطولش الفيديو، انا يعني بعد كده طلع لي بقى فيديوهات قناة دكتور هيثم طلعت وسندس عبد الحليم وقرار إزالة. عرفت بقى ان الطاقة دي شياطين وكلام مع الشياطين وشرك، وان الواحد الحد رسمي انكار فضل الله. والحمد لله يعني سبت القرف ده كله بفضل من الله، وبقيت يعني مع الاستغفار وسورة البقرة يعني. وكنت بعمل سورة البقرة من غير تحصينات، وحصل لي مشاكل جامدة كبيرة في البيت، ووالدتي تعبت في العيد وكده. بس الحمد لله انا بدأت يعني ايه احاول اقول التحصينات، وان انا يعني ايه يعني اتابع الدروس برضو، لان الشيطان برضو عمال يضرب ويكسل، نقطة مهمة. فمهم يعني اتابع الدروس او اتفرج او اقرا التعليقات بتاعة المتابعين اللي حققوا يعني قطف الثمار زي ما ابي بيقول. المهم انا كان ليا قصة قلتها لابي محمد حجازي في رمضان اللي قبل اللي فات. كنت استغفرت الحمد لله عدد من الاستغفار حلو كده، يعني قرابة 10,000، وقريت سورة البقرة 3 مرات. كنا في رمضان، وانا كان دايما يحصل لي يعني مفيش توفيق كده. كنت لسه بقى في علوم الطاقة والكلام ده، كنت كل ما اجي اجيب حاجة ما اجيبش او تتعطل. فربنا يسر لي يعني ان انا اشتريت لابتوب. هي حاجة مثلا يعني الحمد لله يعني فضل من الله، يعني مش حاجة كبيرة قوي يعني ولا صعبة، بس كان وانا في الطاقة يعني كنت بحس بتخبط ومفيش توفيق وكده. فاللي خلاني انتبه قعدت اقول ان المجال ده غلط، ان انا يعني انا لما بعمل استغفار ولا اطعام اللي هو المقايضة اللي في الدروس، كنت بحس ان ربنا بيكرمني وبيديني، يعني بيديني الاسلامي بتاعنا اللي هو ربنا بيكرمنا بيه، مش بقى بالطاقة والتدريبات والتأملات وغمض عينك ومش تخيل ان الحاجة حصلت. يعني كان عبء نفسي شديد يعني سيبنا الطريق وسيبنا سيبنا النبي ورحنا للطريق الغبي على رأي دكتور هيثم طلعت.
الطاقة وتعليم بوذا والهندوسية والكلام ده. المهم انا كان بس حابة الفيديو الفويس عشان ما يطولش بس لأم رفايدة. انا شفت رؤية بفضل من الله من كام يوم كده، ان ابي محمد حجازي قاعد على ترابيزة وحواليه ناس ومشغل زي شريط كاسيت كده، كان في اغنية لعمرو دياب في الالبوم الاخير بيحكي عن تجربة يعني، فبيقول جايز يكون تكفير ذنوب. فكان ابي محمد حجازي مشغل الاغنية على حتة جايز يكون تكفير ذنوب دي، والناس حواليه وكلنا بنسمع. يعني قمت من النوم حسيت ان الرؤية ان كلامه فعلا تصديقا من الله، ان احنا يعني امة تحت العقاب، وان شاء الله ربنا يرفع الغمة عن الامة طول ما احنا يعني بنمتثل لأوامر الله وفضل الله علينا برضو في الأول وفي الآخر، عشان ما ننسبش حاجة لينا. وجزاكم الله خير يا رب على كل اللي بتقدموه. ويا ريت برضو يعني مؤخرا انا ملاحظه جهودكم في التصدي لعلوم الطاقه برضو، او القصص الناس اللي عائدين من الطاقه، يا ريت برضو تكثفوا الموضوع ده لانه منتشر بشكل رهيب، وانا واحده اتاذيت منه كتير يعني. والحمد لله يعني على كل شيء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله يا جماعة هذا الدرس درس لمشايخنا. ليش الشباب راحوا علوم الطاقة؟ ليه ما فهموش الناس ان الذنوب الله يعاقبنا عليها؟ يا جماعة الاستغفار كل كنوز الدنيا في الاستغفار، كل مفاتيح خزائن الله في الاستغفار. لكن الذنب يحول بينك وبين هذا. انت مش رايح تصير ملاك، لكن مش تصر على الإباحيات، وتصر على التدخين، وتصر على المسلسلات، وتصر يعني كل يوم عادي وكأنك عادي. يعني في ناس ما بتفكرش انه المسلسلات ذنب، ما بتفكر، والغيبة والنبيذ ما بتفكر انه ذنب، ولا القرض الربوي، ولا النمص، ولا اللبس الضيق، ولا اي شيء بنفكره غلط. خلاص الزنا غلط، نعم الزنا بفكروه هذا ذنب، ولربما قتل النفس. يعني الكبائر هي الذنوب عندهم، الكبائر كبائر، يعني بما انه الربا هو من الكبائر، لا الكبائر يعني التي فيها ازهاق النفس ما بيعرفوا ما هو الذنب. يعني انا اقسم بالله يعني انا اعذروني يعني هذه الشباب مش حرام يعني وين احنا عمالين، وين بماذا يعني نتناطح في يعني خطب جمعة رناني لا تغني ولا تسمن من جوع، كلام طيب لكن لا يؤثر بحدا. اعذروني يعني انا مجبور ابين، لانه اذا يعني يا جماعة الحقيقة المرة اهون ب1000 مرة من الوهم المريح، فاحنا علينا ان نبين ونكشف. سورة البقرة هي عقلك يا اخي، عقلك. سورة البقرة هي التي تأخذك الى مرضات الله. اقرأ سورة البقرة والزم الاستغفار وانهض يا امة الاسلام. نعم سورة البقرة كثفها قليلا وسترى ان كل الخزعبلات هذه ستمحى من صدرك، والاستغفار سيمحى هذه الذنوب التي حالت بينك وبين الله. وصلت؟ فان شاء الله بدي اخذ يعني كلام. ودخلوا هذول اساس انه يعني بيزرعوا، انت افهم كيف انه بيزرعوا ناس ربحت، بيزرعوا ناس انها ربحت بعلوم الجبر. يعني مثلا هني جايبين مثلا 50 واحد بربحوا 5 انه يعني هذول زبطوا وتأملوا هاي، وهن اعطوهم الفلوس عشان انه ياهن عشان يكونوا يعني مثل كفري للآخرين. يعني بيشجعوا على الجذب وبيشجعوا على الكفر، يعني يمولوا بملايين ومليارات الدولارات فقط ليبعدوك عن دين الله. انتبه يا أخي الكريم، كل الخير موجود في دين الله في الإسلام، لكن الذنوب حالت بينك هكذا. انت تطرق على باب زجاج، الأمر من خلفه، كل الخير من خلف هذا الزجاج، لكنه هذا هو ذنوبك التي جعلت حائل، فأنت تذهب إلى جوف الليل تصلي ولكن لا يستجيب. يرجع الدعاء هنا، يرجع الدعاء من هنا. أنت ترى وكأنك أنت واقف بين يدي الله، ولكنك في زجاج يمنع الدعاء أن يصعد في هذه الذنوب. خلينا نتوب إلى الله، خلينا نقبل على الله، والله سيغنيكم الله، والموضوع مش غنى،
الموضوع هو معرفة الله. فإن عرفت الله لك هذه الدنيا كلها 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 كلها. هذول نعم، هذول كمان ستتحكم بهم، أهل الطاقة هذول نعم، ستفرك أذنيهم وتنهي كل خزعبلاتهم نعم، عندما نصل إن شاء الله، وبدأنا إن شاء الله. وهؤلاء الذين بدأوا يدسوا السم في العسل يعني يتكلموا حجازي و30 ألف استغفار جميل، لكن إياك أن تأخذ هذا ويأتوا لك تأمل بالاستغفار ويدخل لك الخزعبلات عشان يغلطوك. قنواتي موجودة في التعليق الأول، هذه أنا أعترف بها. وشيء آخر، حتى لو تكلم عن إعجازي بدون إذني مليون سنة ما إلي علاقة فيه، لكن إذا يريد من يريد أن ينشر قصص المستغفرين فإياكم أن تدخلوا إلى قنوات الطاقة، لأنها ستنشر كلامنا هذا، كلام القصص ستنشرها وكأنها يعني هي تبحث عن الخير. الله كاشفهم إن شاء الله، أمركم عند الله. كونوا كسلمان الفارسي الذي بحث عن الحق. ابحثوا عن الحق مش عن الفلوس، ابحثوا عن الحق مش عن الزواج وعن الأولاد، الله سيعطيكم كل شيء، لكن ابحثوا عن الحق ألا وهو الله جل في علاه، هو الحق. فابحثوا عن الله، ابحثوا أين الله، ابحثوا أين الله، كيف تجدوا الله حتى يستجيب الله لكم. انتبهوا للشرك الخفي الذي يحبط الأعمال. عندما تقول أنا وتنسب فضل الله عليك لنفسك أو لغير الله يحبط عملك. اسمع هذه حافظة لكتاب الله، اسمعها ماذا تقول. أنا كنت من قبل يعني أستغفر، لكن أعداد قليلة، ولا يعني أجد هذا الأمر يعني لم أعطيه أهمية كبيرة جدا. فسبحان الله في وقت ما فقدت الثقة في هذا الدين، يعني صراحة. محمد حجازي تكلم عنها بشكل واضح جدا. يعني أنا حافظة لكتاب الله منذ سن 15، حافظة لكتاب الله، حفظت كتاب الله، ثم يعني بعد عام أو عامين توالت الأمراض، يعني بدأت أمراض متتالية ومتنوعة لحد الآن يعني. والحمد لله يعني ما دام بدأنا مع الاستغفار إن شاء الله سيكون كله خير. ففي وقت ما بدأت أشك في هذا الدين، يعني هناك خلل. لماذا أعبد الله وأصلي النوافل وأصوم وأتصدق وأعمل الخير وكل هذا الابتلاء؟ لماذا؟ وكل الناس يقولون أن هذا ابتلاء، بينما كنت تحت العقاب وأنا لا أدري. فاتجهت لعلوم الطاقة، اتجهت للتنمية الذاتية بغرض تحرير الخوف، بغرض بناء ثقة في النفس. فانغمست في ذلك المجال مدة 4 سنوات إلى أن طفح الكيل في نهاية العام الماضي، نهاية 2023. فحدثت مشاكل عويصة بيني وبين زوجي. السبب كان هذه الخرابيط التي كنت يعني أتابعها من مدة طويلة، ظنا مني أنها الطريق الصحيح. يعني كان دائما عندي شك أنه هناك خلل، يا إما في هذا الدين أنه خطأ، يا إما في فهمنا له. والثانية كانت هي يعني على الأرجح، كنت أظن أننا خاطئون في فهمنا لهذا الدين. فاتجهت لعلوم الطاقة، خصوصا الذين يتكلمون بالآية القرآنية. فاطمأنيت نوعا ما، لكن كان هناك صوت يرد، يعني صوت صغير جدا في قلبي يقول أن هذا الطريق ليس جيدا، خصوصا أن الذين يتابعون علوم الطاقة تقريبا من جهة النساء ينزعون الحجاب. هذا كان يطرح 1000 تساؤل في رأسي. يعني لماذا هكذا؟ هل القرآن يعني لم يفهم بطريقة صحيحة أم ماذا؟ فكانت المشاكل عصيبة جدا، إلى كما يقول محمد حجازي أطبق الله علي كل شيء وأقفلت الأبواب بوجهي. سبحان الله، التقيت بإنسانة من عائلتنا، لما بدأت أحكي لها ما حدث لي نصحتني بسورة البقرة، فقالت لي يعني اقرأي سورة البقرة، جزئيها ولو ل3 أيام، والمهم لا تتركيها، اقرأيها كل يوم. قالت لي هذا شغلك الشاغل، هذه وظيفتك، أن تحافظي على بيتك وزوجك وأولادك، أن تقرأي سورة البقرة يوميا، وإن لم تستطيعي قسميها على 3 أيام، المهم لا تتركيها. سبحان الله، بدأت أقرأ في الماء وأشرب أنا وأهل البيت كامل. فسبحان الله الأمور تحسنت إلى يعني إلى حد ما، إلى أن دلني الله سبحانه الله على قناة محمد حجازي. يعني بعثت لي أمي فيديو يتكلم عن سورة البقرة والاستغفار معا. يعني قال محمد حجازي لما جمعتهما معا ماذا حدث؟
فالفيديو ذلك الفيديو لم أسمعه في ذلك الوقت، وتركته مدة أظن شهرين أو لا أدري، إلا أنني دائما يعني أقول يجب أن أعود لذلك الفيديو. أنا لم أسمعه. سبحان الله، لما سمعته وبدأت سمعت أقفال سورة البقرة وبدأت أسمع الفيديوهات حتى أوصلني الله سبحان الله، قادني الله إلى فيديوهات الاستغفار، فتتبعتها واحدة واحدة وشديت الهمة وبدأت الاستغفار. وإن شاء الله لما أقطف ثمار أخرى سأذكرها بإذن الله في تسجيل صوتي بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. هل يسمع مشايخنا هذا الكلام إننا تحت البلاء؟ يعني أنت على خير، استمر أنت على خير. كل هذا الذل والهوان وكل هذا الربا والزنا والغناء والطرب ونحن في بلاء. شيخنا الكريم، والله ستكون أنت السبب إذا كنت لازلت تقول إنه بلاء. نحن يا جماعة تحت العقاب، ذنوبنا أدرنا ظهرنا لله، والله سلط علينا كل هذه الأمراض والأسقام والحروب والتشريد والتقتيل والأسحار، ما ترك شيء إلا سلطه. ضربنا في بعضنا البعض، ضربنا في البيت الواحد، الولد مع أمه والزوج مع زوجته والابن مع أبوه، هكذا ضربنا في بعضنا البعض. وسلط علينا الحكام، وسلط علينا الأعداء، وسلط علينا الديون وكثرة الدفعات علينا حتى نفهم. لا يزالوا يقولون لك إنك بلاء. بكفي عاد، خلاص بكفي، والله بكفي ما هذا يعني. نعم والله بكفي. إنها الذنوب التي غشيت الأعين والقلوب. نعم علينا أن نتوب ونلزم الاستغفار. سورة البقرة هي البصيرة، هي عقلك المدبر. بدون سورة البقرة ستبقى ضايع، ستبقى ما عندك جواب لهذه الشباب. فلربما تجد قصة واحدة سمعتها من صاحب، لكن آلاف القصص ألا تكفيك؟ آلاف القصص. نعم عندما تترك الذنوب وتلزم الاستغفار بالليل والنهار، هناك وعد لا يعذب الله واستغفر، هناك وعد أن الله يرزق، هناك وعد أن الله يمكن، هناك وعد أن الله يعطي. حسن البصري ماذا قال؟ سألوا عن المال فقال عليك بالاستغفار، سألوا عن الولد فقال عليك بالاستغفار، قال المطر عليك بالاستغفار. نعم ابن تيمية ماذا قال؟ قال كانت إذا أشكلت علي مسألة كنت أستغفر الله 1000 مرة. فمن أين جئتم بتحديد الأوراد إذا كان يستغفر 1000 مرة وسيدنا أبو هريرة 12,000 مرة؟ وهناك يمكن أبو ذر، سيدنا أبو ذر كان يعني يسبح 40,000 تسبيحة. ولماذا أنتم تعوبوا علينا أن نكثر؟ والله يعني بعضهم هو المعول الهدم في هذه الأمة. نعم كما هؤلاء القنوات التي جاءت لتدس السم في العسل، هناك من يدس السم في العسل ويعني يعرف نفسه إنه من كبار أئمة المسلمين. نعم يعرف نفسه هذا. لا نجمع الكل، ولكن هناك الذي له وزن. والدولة الخفية يعني دعمت وأيدت حتى ينشروا الضلال بيننا. حياكم الله. إن شاء الله سيعود للإسلام إن شاء الله قريب بإذن الله تعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.